لو أصعب شيء عليك في الدنيا هو الجلوس لتنفيذ مشروع معين أو التركيز في دراسة أو قراءة شيء معين، ولو بتلاقي أحيانا البدء في أعمال ومهام يومية صعب عليك جدا ودايما بتأجل وأصبح التسويف صفة مرتبطة بشخصيتك، ولو دايما زحمة الأفكار في دماغك ما بتهداش وما بتلحقش تكمل فكرة إلا وتطلع على فكرة تانية، بتسرح كتير وتغرق في أحلام اليقظة من صغرك لحد دلوقتي، دايما بتلاقي نفسك تتسرع وتقول كلام وتندم عليه بعدين، بتعلق على الأشياء زيادة عن اللزوم وبتعبر عن رأيك زيادة عن اللزوم، بتحس إن عندك 1000 فكرة وفكرة ومش قادر تنظمهم جوه دماغك وتبدأ ولو حتى بفكرة واحدة. ولو أنت شخص حساس في تعاملاتك مع الناس لدرجة إنك بقيت مش قادر تكون على طبيعتك أبدا، لو بتحس إن الطفل اللي جواك لسه بيلعب ومش عايز يكبر أبدا، فربما يكون عندك ADHD. ال ADHD هو مشكلة نمائية بيكون فيها المخ قدرته على تنظيم مستوى التركيز والطاقة والحافز والمزاج ضعيفة حبتين، وده بيخليه يبذل مجهود زيادة عن الآخرين في تنظيم الحاجات دي، وبيحسسه إن الحاجات اللي غيره بيعملها بسهولة هي صعبة عليه جدا حتى لو كان مستوى ذكائه عالي، وده بيخليه معرض دايما لإحساس بالإحباط بيصل أحيانا لمستوى الاكتئاب. ومع إحساسه المستمر بعدم قدرته على السيطرة على أفكاره وعلى حياته وعدم قدرته على التنظيم بيكون أكثر عرضة للإصابة باضطراب القلق. ومع ارتفاع حساسية نظام الدوبامين عنده بيكون أكثر عرضة للإصابة بالتقلبات المزاجية وأكثر عرضة للسقوط في السلوكيات الإدمانية بأنواعها، بالإضافة إلى مشاكل كتيرة جدا في العلاقات مع الآخرين ومشاكل مهنية ووظيفية متكررة. أحيانا بيروح للطبيب النفسي عشان يتعالج من القلق أو الاكتئاب، بس من غير تقييم سليم لأصل المشكلة بنحس دايما إن في حلقة مفقودة. لكن الخبر الحلو إن المعاناة دي لها حل. أول خطوة في الحل هي التشخيص السليم للحالة ومعرفة إذا كان الشخص مصاب فعلا ب ADHD ولا لأ، وبعدها بتكون في خطط علاجية متعددة على حسب نوع الحالة وحدة الأعراض. أحيانا بنستخدم الأدوية وأحيانا العلاج المعرفي السلوكي وأحيانا بنكتفي بالكوتشنج. لو حسيت إن المشكلة دي عندك اوعى تتردد في طلب المساعدة.